ديال الدعم غياخذوا المواطنين؟ الدعم اللي جا في البلاغ ديال الديوان الملكي امس هو فرق هذا الدعم الى فئتين. كاين الفئه الاولى هي اللي باغا تقتني شقه عندها الثمن ديالها اقل من 30 مليون. هاد الناس هادو غيستافدوا من الثلث ديال الدعم، غيعطيو لهم هذا دعم ماشي كريدي ماشي سلف ما والو، هذا دعم كتعطيه لك الدوله، كتعطيه لك الثلث ديال الديور اللي قل من اللي قل من 30 مليون. مثلا الا كان 30 مليون راه غتكون 10 المليون، ولكن الا كانت قل من 30 مليون راه غتكون تبقى 10 المليون، يعني 30 مليون وما قل 10 المليون ديالك. كاين واحد الفئه واحده اخرى اللي هي من بين 30 و70، وهذا هو الجميل في هذا البرنامج الجديد ديال دعم السكن، لانه منفتح على الطبقه المتوسطه، يعني الناس اللي عندهم واحد البيدجي ديال بين 30 و70 مليون وبغاو حتى هما ياخذوا الدار ديالهم غيستافدوا كذلك من هذا الدعم، في حين ان البرنامج السابق كان حصري على هذوك الديور ديال 25 مليون اللي كانت الاقتصادي اللي كانت تدعم فيهم الدوله، المنعش العقاري ب 5 المليون والمنعش كيبيعهم للمواطنين ب 25 مليون. نعم، يعني اليوم مو 30 قل من 30 غياخذ الدعم، واللي غيشري الدار ب 40 50 60 70 مليون حتى هو ياخذ الدعم. هو غياخذ الدعم. مزيان. قلنا سيدي مول 30 لتحت عنده 10 المليون، والاخر شحال عنده؟ الاخر عنده 7 المليون. علاش مول 30 10 ومول 70 7 ولا مول 50 7؟ وملي كنفكروا في هذه المساله سي رضوان كنلقاوها جد منطقيه، لان مول 30 القل هو في حاجه اكثر للدعم، في حين ان السيد اللي عنده بين 30 و 50 70 مليون راه ميسور شيئا ما، راه تنتمي للطبقه المتوسطه، وبالتالي بس بعد المليون حتى هي راه مزيانه. كون غادي يستافد من هذا الدعم. الجميل اللي في هذا البرنامج هذا الجديد ديال دعم السكن هو انه كل الاسر يمكن لها تستافد، جميع شرائح المجتمع، سواء كان ذات الدخل المحدود ولا الطبقه المتوسطه ولا حتى اللي لاباس عليه، حتى اللي لاباس عليه يقدر يستافد. واش حتى الكوار ولا غير المغاربه؟ فقط المغاربه، ولكن مغاربه العالم كذلك حتى هما يقدروا يستافدوا من هذا الدعم هذا. راه كتعرف العلاقه ديال مغاربه العالم بالمغرب، ضروري حتى هما كيبغيو يكون عندهم واحد السكن اللي منين يجيو في العطله يقضيوها فيه، فبالتالي حتى هما داخلين في هذا الاطار هذا وغيستافدوا من الدعم. يعني كون مغربي تاخذ الدعم، كون مغربي تاخذ بالضبط. مزيان. واش كاين شي سن محدد؟ ما كاينش سن محدد، هو مفتوح لجميع الفئات العمريه، فقط خص تكون اسره. كيفاش غيديروا الناس باش يستافدوا من هاد 7 ولا 10 ديال المليون؟ الفلوس ما غياخذوهمش الناس في يديهم. هذا الشيء غادي يتم عن طريق النوتير، الموتر. يمشي السيد كيشوف الدار اللي عجباتو بالثمن اللي عجبو، كيمشي عند الموثق تيدير واحد وعد بالبيع. ملي كيدير وعد بالبيع كيتم البحث عليه، ديك الساعه كتجي الموافقه من الوزاره. ملي كتجي الموافقه على الدعم كيشوفوا واش هذا السيد عنده شي حاجه عنده دار في الملك ديالو، هو ولا الزوج كيدير البحث بالضبط. الا عنده شي حاجه اخرى من غير دار راه هذا الشيء ما يكونش عائق. دونك خص تكون عنده دار، لا عنده ارض ولا دار، حيت هذه السكن خص تكون عندك السكن هذه ديال الدعم ديال السكن الرئيسي للناس اللي ما عندهمش سكن، ما عندوش سكن، وبالتالي عنده ارض شغلو هذاك، عنده ارض، عنده طون، اي حاجه في سميتو، موبيل شغلو هذاك. ما كيهمناش، اللي كيهمنا هو واش عندك الدار في سميتك. الا ما عندك في المحافظه العقاريه واش شهاده الملكيه فيها دار ديالك انت ولا ديال الزوجه ديالك، حيت هذا دعم الاسره. نفترض ان هذاك السيد وياخذ الدار ديال 30 مليون، دونك غادي تبقى 20 مليون. الطريقه ديال الاداء ديال داك 20 مليون كتكون اما عن طريق الفلوس، بحال هذا السيد اللي هضر عنده 20 مليون، هذا ما عنده حتى شي اشكال، غيجي الموافقه. الا كان متزوج غيكمل 20 مليون ديالو غياخذ الشقه ديالو، يمشي يدير دار مع عائلته ولا صحابه. هادشي اللي كاين. وكاينه الطريقه الاخرى هي الكريدي. بالنسبه للناس بالنسبه للناس اللي خدامين راه غادي يدفعوا الوراق ديالهم للبنكه باش ياخذوا كريدي، وغيخرج لهم الكريدي غيستافدوا. الطريقه الثالثه هي اللي عنده الفلوس وباغي يكمل بالكريدي، حتى هي كذلك ممكنه. عندك الفلوس ديالك جامعهم زائد الكريدي اللي عندهم من البنكه زائد الدعم اللي كتعطيك الدوله ديال 100,000 درهم ولا 7 المليون الا كنتي غتاخذ شقه بين 30 و 70 مليون وكتتم العمليه. والجميل في الامر شنو هو ان المواطنات والمواطنين اليوم غيخرجوا من هذيك البيروقراطيه ديال الوراق، بلاتي خصني نشوف الدعم، نشوف هنايا لا راه عكسوا معايا، لا ما كاينش. العمليه كلها كتتم عند الموثق وعند النوتير.